ده واضح جدا كده ان باتمان كسبان ستريك لحد دلوقتي. ميشن امبوسيبل ولا توب جان؟ يعني مش امبوسيبل. ميشن امبوسيبل ولا جون ويك؟ بالنسبه لي جون ويك، لكن الناس طبعا هتبقى معترضه، بس هو جون ويك بصراحه. كيانو ريفز عمل شغل جامد قوي قوي يعني. جون ويك ولا ترمينيتور؟ جون ويك. انت برضك هتختار ترمينيتور يعني عشان استا لا فيستا بيبي. Hasta la vista, baby. جون ويك ولا ذا ماتريكس؟ ذا ماتريكس انا عجبني الجزء الاول بشكل بشع، الجزء الثاني ما كانش احسن حاجه، والثالث كان اقلهم. فانا هختار جون ويك، مش عشان جون ويك كسلسله اقوى، بس عشان فيها استمراريه. واو فجون ويك. واو. جون ويك ولا افاتار؟ مش عارف. افاتار. ايه ده غريبه يعني، ده ان سلسله افاتار لسه ما كملتش. ما هو بس انا الجزء الاول عجبني والجزء الثاني عجبني، ويعني عجبني جدا. طب بص بقى اللي جايه دي، أوكي. افاتار ولا لورد اوف ذا رينجز؟ افاتار. انت كده هتصعبها على اللي جايه. طيب افاتار ولا ذا هوبيت؟ افاتار. طيب بص بقى اللي جايه دي، عشان حاسس انت هتختار اللي جايه مش اللي انت قلتها قبل كده. اوكي. انا متاكد منها بصراحه عشان فيديوهاتك اللي فاتت. ماشي. افاتار ولا بايرتس اوف ذا كاريبيان؟ انت انت جاوبتها خلاص. بايرتس اوف ذا كاريبيان طبعا، مش عشان خاطر جوني ديب، بس عشان خاطر السلسله اصلا، بغض النظر عن اخر جزء، هي كل جزء كان اعلى من اللي قبله. يعني الاول والثاني والثالث بالاخص كانوا يعني لحد دلوقتي مسمعين مع الناس ومع الجمهور. بايرتس اوف ذا كاريبيان ولا افنجرز؟ هو بص، مش عارف اقارن ما بينهم، لان بصراحه الاثنين في حتت مختلفه، بس انا هصدم الناس وهقول افنجرز، لان افنجرز عالم مش مجرد مثلا بطل او قصه حلوه، لا عالم. افنجرز ولا ذا دارك نايت؟ ذا دارك نايت. لا ليه؟ ذا دارك نايت عامه اتقل بكتير، لانها فيها كل حاجه، فيها اكشن، فيها دراما، فيها غموض، فيها عمق للشخصيات، فيها حاجات كتير وتفاصيل. افنجرز جامد وشخصيات مارفل جامده وكل حاجه وكده، بس لا مش زي ذا دارك نايت كسلسله. يعني مش بقارن دي سي ومارفل عشان ايه الناس بس ما تفهمش غلط. ذا دارك نايت ولا اكس مان؟ ذا دارك نايت، مع ان اكس مان مرتبطه بذكريات وحاجات كده، بس لا ذا دارك نايت. ذا دارك نايت ولا هاري بوتر ملك السحر؟ ده اللي انا كنت خايف منه. يعني ده فعلا اللي انا كنت خايف منه. انا بحب هاري بوتر جدا. ذا دارك نايت. يا جماعه انتوا مع الكلام ده. دارك نايت ولا ترانسبورتر؟ دارك نايت. يا دارك نايت يا جماعه مكتسح الستريك بشكل مش طبيعي. دارك نايت ولا رايز اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس؟ لا دارك نايت، بس انا حبيت رايز جدا، خصوصا الجزء بتاع جيمس فرانكو. الجزء ده من الحاجات اللي اثرت فيا جدا، يعني الفيلم نفسه مؤثر يعني. ده واضح جدا كده ان باتمان كسبان ستريك لحد دلوقتي. اللي جايه دي بقى هتحدد مصير باتمان او مصيري يعني. او مصير في الكومنتس هنشوف. اوكي. دارك نايت ولا ترانسفورمرز؟ دارك نايت. مستحيل على فكره دي كانت اخر حاجه. انت عايز تسري كده؟ لا بص انا مش مصدق يعني ايه دارك نايت يكسب ستريك 7 افلام.